الحمد لله الحق المبين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين، ورضي الله تعالى عن الآل والأصحاب أجمعين، ثم أما بعد. وقفة مع آيات في باب حاكمية الله عز وجل. يقول الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقفات مع آيات في باب حاكمية الله عز وجل. أيها الكرام، كان الناس أمة واحدة على قولين عند المفسرين. القول الأول روى أحمد وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على شريعة من الحق، كلها على الإسلام في رواية، كلها على التوحيد في رواية، 3 روايات صحيحة، ثم ظهر الشرك. ومنهم من قرأ: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، جاءوا بالتوحيد، أنزل الله عليهم الكتب، جاءوا ليفصلوا بين الناس في الخصومات، في العقائد، في العبادات، في التشريعات والأحكام. الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. المشكاة واحدة، مشكاة لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله، لا معبود بحق إلا الله، كل ما سوى الله باطل. الرسل والأنبياء اتفقوا على هذه القطعيات والأساسيات، وأنزل معهم الكتاب بالحق، بالوحي، بالرسالة، بالعدل، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. كلمات الله الكونية وكلمات الله التشريعية، كما قال العلامة ابن تيمية وغيره من كبار المفسرين. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. الكتاب ما أنزل من أجل أن نزين به المكاتب، أنزل من أجل أن نحكم به، نحكم به لتكون الدساتير والتشريعات والأوامر والنواهي والحلال والحرام والمسموح والممنوع كله تحت مشكاة إن الحكم إلا لله. هذه عبودية الله، حاكمية الله، عبودية الله، هذه إلهية الله عز وجل. الذي يعزل القرآن ويعزل الشريعة ويفصل الحكم والسلطة عن الإسلام، هذا ما آمن بالله عز وجل، آمن به ربا خالقا فقط، لم يؤمن به حكما مشرعا آمرا ناهيا، أي كأن الله تعالى بالنسبة له خلق الكون ثم قال لهم افعلوا ما شئتم، أنتم أرباب في الأرض، عياذا بالله، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءهم البينات، اليهود والنصارى والمشركون، وكذلك الذين جاءتهم البينات من هذه الأمة تركوا الإسلام وأخذوا يقتدون ويقتبسون الشرائع والقوانين الفرنجية الإبليسية والآراء مما اقتبسه الفلاسفة وكفار القوم من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، بغيا، سلطة، حبا، شهوة، تسلطا، قهرا، استبدادا. فهدى الله الذين آمنوا، الموحدين، المسلمين، المؤمنين، المستسلمين لله في الحكم والانقياد بالطاعة والتوحيد، لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اجعلنا ممن هديته لتحكيم شرعك، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي عليه الصلاة والسلام.